انتي اصلا قبل ما اقولك يعني ايه تبقي امرأة حرة مستقلة، اللي هو واضح ان انا عادي ممكن استغنى عن الراجل واقدر اقول ان انا independent woman، مش محتاجة للراجل ده اصلا. تمام. طب تعالي كده لاصل الموضوع. ربنا لما خلقك اساسا خلقك الاول، خلق ادم وبعدين خلق حواء. خلق ليه الادم حواء؟ لان هي الشخص الوحيد اللي يقدر يتسند عليه، الشخص الوحيد اللي هتديله السبورت والدعم، الشخص الوحيد اللي عندها الاحتواء واللي عندها الحب، اللي هينفع لما يبقى تعبان تطبطب عليه وتسنده. يعني معنى كده ربنا ما خلقكيش عشان تبقي لوحدك، سواء بقى انا متجوزة او انا مش متجوزة. ربنا خلقني لآدم، يبقى آدم ده جوزي، يبقى آدم ده ابويا، يبقى آدم ده ابني، يبقى آدم ده في المحيط القريب ليا. انا عارفة ان ربنا خلقني لهدف، لطاقة، عندي طاقة بطلع الطاقة دي بهدف ايه؟ ان انا بسند ادم. ادم طب دوره ايه؟ ادم دوره هو يعني اللي بيصنع واللي بيتعب واللي بيشتغل عشان الحياة. حتى لو انت شاركتيه في هذا العمل يبقى دورك كعمود رئيسي لسند آدم، عمود رئيسي لآدم انه ياخد منه الحب. خليني اقولك ان الحب ده احتياج رئيسي لكل بني ادم من الطفوله لغايه ما بنكبر. انا احس ان انا محبوب، ان انا احس ان انا حد بيهتم بيا. ادم مهم ليه يحس انه بيخرج يتعب عشان ناس بيحبوه، مش بيتعب عشان ناس هو مش فارق لهم. ففكرة ان انا في داهية الراجل واقدر اعيش لوحدي ومع نفسي، انا مش بشكك في قدراتك. كل ست ربنا خلقها بقدرات اوفر وعالية، تقدر حقيقي انها تكمل، بس لوحدك هتبقي بلا معنى. انا قادرة اكمل عشان ادي معاني كتيرة للي حواليا، عشان ازرع في ولادي معاني، ازرع في اخواتي معاني، في اهلي، في المحيط اللي حواليا. لكن ان انا اكون independent عشان اقول للراجل مع الف سلامة، حتى لو الراجل ده خذلك، حتى لو الراجل ده ما كانش بيقوم بدوره كراجل، هو عنده مشكلة. بس مش معنى كده ان ربنا خلقني عشان ابقى بالادعاء الكاذب المفهوم ان انا كست اعيش لوحدي ومش فارق لي راجل، لان انا غير مؤهلة لكده. انا كمان كست بحتاج ان انا اتسند على حد، بحتاج ان انا اتعب واحط دماغي على حد ويطبطب عليا. الحد ده يبقى اب، يبقى زوج، يبقى اخ، whatever. الدنيا كده احنا شقلبنا معانيها. عشان كده بس النهارده انا طالعه اقول ليكي دور